لوار، وائل بن عثمان، محمد حسين زريقات وحمزة عدنان في خط الدفاع. وسط الملعب جاتوش بانوم في الوسط مع راسكو فريق صالح علاء الدين الدريدي ايضا مع الثنائي، وندفريك إفيونغ أسورستم مروان حسين في المقدمة. الجانب المقابل السيد عادل العتشر يدخل مباراة بجواد عبد الكاظم في المرمى، عمر طارق، محمد حميد، ريوان أونيدري أو ريليوان أونيدي، وحسين كاظم في خط الدفاع، جليلي سلامي، أحمد محسن، أوميجا حيدر شاسف في الوسط، مؤمل فراس، كامارو ورايموند في قلب الدفاع. هنا خيرات السيد عادل العتشر مدرب نادي الحسين، الاسم المعرف جدا مع نادي الحسين، فريق يلعب في الدرجة الممتازة يرتدي الألوان الزرقاء، ورئيس الهيئة الإدارية طبعا السيد كامل صغير، مشرف الفريق السيد فاضل صغير، مدرب الفريق كما تعلمون هو عادل العتشر. نادي الحسين نادي كان موجود في الدوري الممتاز آنذاك دوري نجوم العراق، حاليا موسم 2018-2019 غادر الفريق مع البحري ولن يعود إلى دوري النجوم. المحاولات مستمرة حتى يعود الفريق بهذه الأجواء الرائعة والجميلة هنا من مدينة السليمانية، بهذا الجمال، بهذه الأعلام المرفوعة، بهذه الأهازيج المسموعة. ننتظر أن تبدأ المباراة وتنطلق صافرة الحكم من أجل بداية مباراة جديدة لنوروز على ملعبه. الفريقين يعني في الدوري الممتاز يتواجد نادي الحسين بالمركز 11 ب21 نقطة بالتساوي مع الكاظمية، والجولة القادمة الجولة 18 لدوري نجوم العراق أو لدوري الممتاز سيتواجه نادي الحسين ونادي الكاظمية بمواجهة مباشرة. مهند مناف من محافظة المثنى هنا سيقود هذه المباراة. إذن على بركة الله أيها الأحبة أيها المتابعون، تأتي صافرة السيد مهند مناف تعلن عن بداية هذه المباراة. نوروز الذي وصل إلى هنا بهدف من البصرة من بوابة نفط البصرة، ونادي الحسين الذي أخرج البحري وأخرج الكهرباء في الدور الماضي في الدور العشرين، والآن يتواجد مع فرق الصفوة الأولى الموسم الماضي، الفرق الستة مع فرق 10 كانت قد تأهلت من الدور العشرين. في كأس العراق بالأمس شاهدنا الزوراء غادر وتأهل الميناء، القوة الجوية على حساب القاسم، النجف على حساب البيش مرقة، ودهوك على حساب ميسان. في هذا التوقيت تبدأ مباراتين في بغداد في ملعب أمانة بغداد، مباراة الطلبة مع أمانة بغداد أو عفوا في ملعب المدينة، وهنا في ملعب نوروز يتواجه فريقي نوروز والحسين. هنا كرة تلعب في الخلف، جاتوش بانوم الأثيوبي القادم من سان جورج، هنا يحاول كرة في الخلف، وائل بن عثمان يتقدم يلعب كرة قريبة، وائل يحاول فيها تنقل عالية إلى الأمام، المحاولة من راسكو فريق صالح، هذا اللاعب الذي أتوا به من الدوري الكردستاني ومن نادي سيروان في مدينة السليمانية، والآن يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأول لنادي نوروز في دوري نجوم العراق. هذا حمزة عدنان اليوم بديلا لتقي فلاح. نوروز آخر مباراة على هذا الملعب تعادل مع الزوراء بهدف لكل فريق، ديالا ب4-1. هنا كرة تلعب، عملية ضغط تأتي في هذه اللحظات لكن لم ينجح في افتكاك الكرة في اللقطة الأخيرة. كامارا أديبيتي كامارو يحاول، والكرة في الخلف. الآن محاولة لصالح لاعبي فريق نادي نوروز في الخلف، المارد الأحمر يحاول في انتظار الدخول في المباراة مبكرا بهدف وانتظار حسم نتيجة المباراة ليتأهل نوروز إلى كأس العراق وإلى الدور ربع النهائي. هذه محاولة تلعب الآن، والكرة تصل في الخلف عند آسو رستم، ينقل كرة لكنها خاطئة، عملية قطع للكرة في هذه اللحظات من جانب لاعبي نادي الحسين، لكن تمريرة خاطئة، وآسو يلعب الكرة إلى الأمام ولكن لم تصل إلى مروان هداف الفريق في الدوري، والآن كرة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة أو لحق بها حارس المرمى، وصلت مباشرة عند حارس المرمى الحارس جواد عبد الكاظم بقفازي جواد. تأهل نادي الحسين إلى دور 16 من بوابة البرتقالي، برتقالين الكهرباء وليس ديالا.
هنا محاولة عملية قتل الكرة، لكن أكيد إرباك يحصل لفريق يلعب في الدرجة الممتازة أمام أسماء تلعب في دوري المحترفين ورتم أعلى. وهنا كرة تلعب في الخلف ومحاولة تعود إلى حمزة عدنان. حمزة القادم من الكناري من الكرك، محطة جديدة في السليمانية مع نوروز لحمزة عدنان. هنا كرة تلعب والمحاولة تصل، مروان يلعب الكرة، تكنيك ممتاز، وحمزة عدنان كرة في الاتجاه البعيد، محاولة لهدف أول. الله، سقط الحارس لكن لم يسقط الدفاع، لا زال الفريق يواصل والكرة تعود في الخلف مرة أخرى. هذه بدايات نوروز، هذه عوائد نوروز، وإن غاب أوليفيرا فألف أوليفيرا في الفريق. كرة عالية وجواد المتصدي الأول لأول محاولة في محاولة على مرمى جواد، تصدى وحاولوا مرة أخرى لكن عادت والكرة وصلت الآن لصالح جواد. لاحظ الكرة التي لعبت بشكل ممتاز، لم تصل إلى ندفريك، وصل فارسكو من الخلف وفريق صالح على محاولة مرت إلى أحضان حارس المرمى بعد أن أبعدها الدفاع. كرة إلى الأمام والمحاولة تصل إلى لصالح نادي الحسين، لكن إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. مؤمل الفراس الذي حاول على الكرة الأخيرة، وهنا واضح أمامك محمد حسين زريقات في الكرة تعود إلى الخلف. المحاولة لصالح لاعبي نادي الحسين في وسط الملعب، كرة تصل إلى جيليلي سلامي. سلامي يلعب كرة، جيليلي الذي يحاول، جيليلي الذي يضغط، وأحمد محسن أوميجا هنا في ضغط. والمحاولة آخر محطاتها في دورينا كانت لأوميجا مع نادي الصناعة، وبعد ذلك ذهب إلى الدرجة الأولى وعاد من الدوري الكردستاني إلى نادي الحسين. كرة في وسط الملعب، محاولة في الجهة اليسرى، حمزة عدنان يلعب كرة طويلة والمحاولة تصل في الخلف عند وائل بن عثمان. تونس يمرر إلى راسك وفريق صالح يحاول فيها، يعيدها إلى من فريق يلعب الكرة إلى الأمام. المحاولة إلى مروان، تلعب الكرة، دلاور موجود، الكرة تلعب بالاتجاه المعاكس والكرة في الخلف. هذا محمد دلاور قائد الفريق، والكرة تصل في الخلف. آخر مباراة على هذا الملعب طرد راستيكو أمام الزوراء، والآن يأملون بأن يكملوا المباراة بكامل العدة والعدد. وهذه كرة تلعب، بانوم ينقل كرة ممتازة إلى محمد دلاور، الظهير العصري يتقدم، يحاول الجناح الظهير الذي يلعب كل الأدوار، ينقل كرة إلى الأمام وبمهارة كبيرة محمد دلاور، كرة إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هذا دلاور على تنفيذ رمية التماس، تلعب محاولة وبانوم يحاول، عادت لصالح لاعبي نوروز. أخطاء في دفاعات نادي الحسين والكرة تصل مرة أخرى. المحاولة لصالح لاعبي نادي الحسين، عملية التمرير، ريموند يضغط والكرة تعود في الجهة المقابلة. ندي فريكي فيونغ يمرر كرة إلى محمد دلاور، حوار على الجهة اليمنى للاعبي نوروز من أجل المرور. يا محمد يا محمد يا محمد، خطأ وضربة حرة مباشرة لدلاور في هذه اللحظات، خطأ وضربة حرة مباشرة على الواضح أمامك على النيجيري جودتيم رايموند. وهنا ضربة حرة مباشرة سينفذها الظهير الأيسر وحصل عليها الظهير الأيمن. لاحظ هنا المحاولة التي كانت على رايموند والمخالفة فيها ضربة حرة مباشرة. رايموند جوجستيم وكرة عالية إلى الأمام ومحاولة هدف أول. الله، راستيكو فريق صالح يضع نوروز في المقدمة، يسجل الهدف الأول للمارد الأحمر، تتعالى الصيحات وترفع الرايات وكل من في الملعب سعيد بهذا الهدف. راستيكو فريق صالح يسجل الهدف الأول، يضع البصمة الأولى من أجل حجز بطاقة ربع النهائي. رأسية، دربكة، محاولات، وراستيكو في الانتظار. كرة حمزة عدنان الرأسية الأولى، يطالبون بمخالفة ولكن لا مخالفة يقول الحكم، وهنا سقط الجميع وأتت راستيكو على طبق من ذهب. لم تأتي مع جاتوش بانوم لكن أتت مع راستيكو ليسجل الهدف الأول، ليضع البصمة الأولى، ليتقدم نوروز في المباراة. وهنا إعادة الركلة من جديد وركلة بداية جديدة بعد الهدف. وهنا حديث مستمر مع حكم المباراة السيد مهند مناف. هل الهدف صحيح؟ نروح على الفار نتأكد من عسكر
إذا كان الأمر تمام ما في مخالفة نكمل ونعتبر الهدف شرعي، وهدف التقدم يحتسب لنادي نوروز. إذن في انتظار خبر من الفار، في انتظار خبر من غرفة الفيديو في هذه اللحظات، والحكم يؤكد الهدف. إذن هدف يعتمد في هذه اللحظات، والمحاولة الآن تلعب ركلة بداية بعد الهدف، ومحاولة تصل على الجهة اليمنى. نادي الحسين يخرجون للهجوم في هذه اللحظات، جرأة كبيرة من أبناء السيد عادل عتشر في هذه المباراة على أنهم يتقدمون يهاجمون يبادرون ولا يعودوا إلى الخطوط الخلفية. كرة تلعب والمحاولة من الجهة اليمنى، عملية مرور، تلعب كرة عالية، فرصة التعادل الآن لإشعال المباراة. هذه كرة تلعب مرة أخرى، التباطؤ وإلى ركنية تأتي الآن. المبادرات أتت وعمر طارق تقدم إلى الأمام، لكنه المدافع الأول راستيكو فريق صالح الحاضر في كل زمن وفي كل حين، وهنا المحاولة كان عليها عمر طارق. لاحظ الكرة والمحاولة التي لعبت من الركنية عالية في منطقة الجزاء، استلام وإعادة الكرة لصالح لاعبي نادي الحسين. أوميجا يمرر كرة على الطرف، هنا تشاسب حيدر ينقلها لصالح رايموند النيجيري. حيدر تشاسب مع رايموند، تصل إلى أوميجا، عملية ضغط، يا سلام يا أوميجا، لكن المخالفة عادت والراية والتسلل. ضربة حرة غير مباشرة كما يشير حكم المباراة السيد مهند مناف الواضح أمامكم. هنا يشير إلى ضربة حرة غير مباشرة لصالح لاعبي نادي نوروز عند هاني شاكر المتهني في مرماه في ظل هذا الأداء الرائع. والكرة التي الآن تصل بمخالفة، ضربة حرة غير مباشرة على أوفسايد. أنا أضع عليه علامة استفهام، لماذا هذا الأوفسايد؟ أعتقد بأنهم كانوا على خط واحد وعلى استقامة واحدة. هنا الكرة التي تلعب إلى الأمام لصالح لاعبي نوروز، محاولة والكرة تغادر إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات. هنا الكرة تصل إلى رمية جانبية، رمية جانبية لأبناء السليمانية لنوروز لاحتفالات رأس السنة الكردية والفارسية بمعنى نوروز. هنا كرة في الخلف تلعب الآن لصالح وائل بن عثمان الذي يحاول على الكرة، ينقلها عالية إلى الأمام لصالح نوروز مرة أخرى. خطورة من الجهة اليمنى تستمر، وهنا التدخل حكم المباراة لا يشير إلى شيء. لديفريك يحاول، نيجيري أمام نيجيري ولكن عاد إلى الخلف. هذا محمد دلوار، هذا الجري، كروس عالي وكرة ورأسية إلى خارج أرضية الملعب. مروان برأسية متقنة لكنها غيرت اتجاهها وغيرت الطريق. مروان الممتاز في الرأسيات، هداف الفريق، هنا يلعب كرة رأسية بالمباشر إلى خارج أرضية الملعب. مروان الذي وجد نفسه في نادي نوروز، عاد مروان الذي نعرفه، الذي عهدناه في الشرطة، في الطلبة، في الزوراء ومع المنتخبات الوطنية. ومروان الآن بشكل جديد يظهر لنا مروان حسين. بينما كرة تلعب الآن لصالح حمزة عدنان، عملية المرور وصلت بكرة إلى الدفاعات، لكن هذه هدية جديدة، هذه هدية جديدة تلعب الآن فريق راستيكو الثاني. ضاعت وعادت الآن، مرت بغرابة، لا زال الضغط رهيب، لا زال الضغط كبير وارتباك لكتيبة عادل عتشر. مرة أخرى تلعب كرة إلى خارج أرضية الملعب، ومهند مناف هنا يشير إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. مباراة في بداية جميلة، وهذا الذي حاول هو علاء الدين الدريدي المحترف التونسي صاحب 27 سنة القادم من الاتحاد المنستيري. لاحظ هنا وصلت إلى راستيكو، يلعبها راستيكو، يصدها حارس المرمى. والله متألق هذا الحارس، حارس ممتاز بصراحة، لكن لاحظ تصدى وعادت إلى راستيكو مرة أخرى، لعبها بالجانب باحثا عن الزملاء ولم يأتي زميل يضعها في شباك الحارس الجواد عبد الكاظم. بعد الهدف الأول يطمح الفريق الأحمر لأن يسجل هدف ثاني، وفريق آخر يخرج وعسى ولعل أن يجد منفذ يصل فيه.
لاعبي نادي الحسين لو استقروا في المباراة ستجد شكل مغاير لهذا الفريق. القائد الآن إريليوان يحاول أونيدي، والكرة في الوسط. حيدر جاسم المهاري وهداف الفريق عند 6 أهداف. حيدر تعود الكرة على الطرف. عمر طارق عملية التمرير باتجاه حيدر جاسم، لكن ضغط كبير والحكم هنا يشير إلى مخالفة على راستيكو فريق صالح. هذا راستيكو ولا راستيكو؟ الكل يشير إلى شخص واحد. 14 في نوروز، لاعب ارتكاز جيد وممتاز. هنا الكرة وضربة حرة مباشرة تلعب لصالح لاعبي نادي الحسين. عملية المرور وصلت في منطقة الجزاء، والبن عثمان يعمل تغطية. تعود المحاولة على الطرف. محمد دلور يتقدم ويحاول، فرصة الآن تصل لصالح عمر طارق. عمر يحاول من يطرق أبواب مرمى الحارس هاني شاكر من لاعبي نادي الحسين في هذا الوقت المبكر. وهنا الكرة إلى ركنية على يمين هاني، وندفريك إفيونغ يعود إلى دور دفاعي مع توجيهات محمد حسين زرقات. هنا الكرة على يمين هاني شاكر، والكل ينتظر هاني والرفاق. والركنية الجديدة لصالح نادي الحسين تلعب عالية في منطقة الجزاء، فرصة هدف وتتصدى الدفاعات، بينما كرة بعيدة المدى ترسل ومطالبات بلمسة يد. بانوم مع رأسية ثانية أو ثالثة، وكرة إلى هاني شاكر. فريق جريء، فريق يحاول، فريق يصل، وإن كان الفرق في الترتيب ما بين فريق يلعب في النجوم وفريق يلعب في الممتاز. فارق إمكانيات من محليين من محترفين، وهنالك جرأة خروج وفريق نادي الحسين رغم المعاناة يتقدم ويحاول، وبالأسماء الموجودة وباللاعبين الذين هم من إنتاج النادي مع كم المحترفين الذين أضيفوا إلى الفريق يحاولون من أجل إيجاد سبيل وحل ليصلوا إلى مرمى هاني شاكر. هنا كرة تلعب إلى الأمام، والمحاولة تصل لصالح هاني شاكر حارس مرمى نادي نوروز. استقرار كبير لهاني شاكر مع السيد قحطان كثير. يعني نوروز بدأ الموسم مع جورفان فييرا المدرب البرازيلي الذي حقق إنجاز آسيا 2007 مع منتخبنا الوطني. الأمس قدام لاعبين بنسيج رائع من الأسماء التي اعتزلت، والقدام اللاعبين الذين شاركوا في كأس الخليج العربي أتوا ببطولة قدام اللاعبين النسخة الأولى في دولة الكويت. لذلك بلد الإبداع يواصل الإبداع، يواصل إخراج المواهب حتى في عمر الشيخوخة. هم ما شاء الله يعني في كرة القدم نملك إمكانيات رائعة. على شاشة عمر طارق، هذا اللاعب القادم من غازي الشمال إلى نادي الحسين، وعادل عشر يعطي توجيهات وتعليمات في هذه اللحظات. ساعد المدرب سامر سعيد، ساعد قحطان كثير. الأمس أتى بالبطولة، يعني يفترض أن يصل اليوم أو يوم غد ليتواجد مع قحطان. هنا كرة، عملية المرور، راستيكو يتقدم، يتألق، يحاول، ونقلة ممتازة، لكن جواد عبد الكاظم. وأنا يعني اللون الذي يرتديه حارس المرمى مقارب للون الفرقة، لذلك يؤثر كثيرا على رؤية المشاهد. لاحظ لون البنفسجي والقريب من الأزرق، أو يرتدي اللون الأبيض كان الأمر ماشي. يعني الحارس هناك يرتدي أصفر، لون الأسود، ولون الشورت لقميص لاعب نادي نوروز، لذلك هنالك تأثير على لون حارس المرمى، ومن الممكن أنهم خرجوا بهذا اللون، هو أفضل خيارات. إذن كرة إلى خارج أرضية الملعب بأجواء جميلة وساحرة هنا في ظهيرة السليمانية. الفريق الذي ينتمي إلى هذه المدينة يتقدم على الوافد من بغداد بهدف مقابل لا شيء. وكرة في وسط الملعب تلعب من وائل بن عثمان، يتقدم الآن آسو، يلعب الكرة ممتازة، لكن القطع والتواجد من جانب رايموند غودستيم رايموند. هنا عادت في الخلف، ضغط جديد، كاميرا يحاول وإعادة الكرة في الخلف مرة أخرى. كرة تلعب إلى لاعب نادي نوروز، لكن ندفريك ضاعت عليه الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. ريلوان أونيدي في الدفاعات، القائد يلعب كرة على الطرف باتجاه حسين كاظم. الظهير يتقدم مؤمل في هذه اللحظات، تلعب باتجاه مؤمل، لكن قطع ممتاز من محمد حسين زرقات. كرة في الوسط ضاعت من النيجيري أمام الأثيوبي. بانوم قطع كرة وتدخل ومخالفة
على المدافع الأيمن عمر طارق. كرة سريعة من لاعبي نوروز تنقل محمد دلاور، هنالك كرة في منطقة الجزاء ترسل عالية واستلام ولكن رأسية مبعدة في هذه اللحظات، وحسين كاظم يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح نوروز، وأداء كبير، مستوى عالي لنوروز، والبصمة واضحة منذ البداية، واضحة البصمة، وفريق ماشي يريد التأهل إلى ربع النهائي، يريد الوصول. وهنا حمزة عدنان على تنفيذ رمية جانبية. حمزة والكرة إلى الأمام، ترسل من حمزة في منطقة الجزاء عالية، وجواد يخرج ليمسك الكرة. هذا جواد من أبناء النادي في نادي الحسين، لاعب في الفئات العمرية، تكون وخرجوا لنا بجواد مميز ورائع. حارس مرمى يعتمدون على جواد كاظم. هنا كرة تبعد والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لصالح لاعبي نادي نوروز. دلاور يأخذ كرة من وائل بن عثمان، لا نستعجل، أمور ماشية، متقدمين بهدف، لذلك ليس من الضروري أن يلعب الرمية الجانبية قلب الدفاع. وهنا ريلوان أونيدي، وكرة لصالح لاعبي نادي الحسين، عملية الاستلام أوميجا، محمد يلعب الكرة وتشتيت الكرة من جانب عمر طارق، المحاولة غادرت إلى خارج أرضية الملعب. يعني حكم المباراة المساعد أشار إلى أن الكرة غادرت. هذا عمر طارق ظهير أيسر، يعني نوعية لاعب ممتازة حقيقة، يقدم مستويات طيبة، إضافات في الخط الأمامي، والكرة عالية وواصلة مباشرة إلى حارس المرمى، وصلت إلى جواد. فريق آخر من الدرجة الممتازة، أمانة بغداد، قد فارقنا في الموسم الماضي، والآن متعادل مع نادي الطلبة، وما تبقى هما المواجهة المباشرة التي ستكون ما بين الموصل وما بين الشرطة. الموصل آخر فريق سيلعب مباراة من الدوري الممتاز، لأن في المباراة الأخيرة ستجمع ما بين زاخو ونوروز، أو عفوا زاخو والقرب. نوروز هذا يلعب مع نادي الحسين. هنا مخالفة وخطأ على مؤمل فراس، 23 سنة لمؤمل، حامل رقم 11 نادي الحسين، نادي الذي ينشط في مدينة الصدر ببغداد. وأمامك سيد عادل عشر، المدرب السابق لعفك، للعدالة، للمرور، للدفاع المدني، ويريد أن يعيد نادي الحسين إلى دوري نجوم العراق. هو آخر مدرب قاد هذا النادي للتأهل 2015 2016، كان في دوري الدرجة الأولى آنذاك، تأهل إلى الدرجة الممتازة، وبدأ في موسم 2016 2017، بقي 3 مواسم وهبط الفريق، وفي الختام الفريق في الدوري الممتاز يريد العودة. جماهير نوروز الحاضرة التي لا تغيب عن حدث هنا في هذا الملعب، يعني فريق السليمانية غاب عوض نوروز، ونوروز يقدم مستويات كبيرة. سلامات حمزة عدنان. القحطان كثير سيفكر بتقي فلاح، حمزة مصاب وقحطان في حديث. هنا الأجواء لا تسأل عن الأجواء، لا تسأل عن الأجواء، وكأنك في برينتفورد. هذا الفريق الإنجليزي برينتفورد الذي شكل الملابس والأجواء والملعب مشابهة لهذا الحدث الذي يجري الآن في ملعب نوروز. قحطان كثير ولا زال يتقدم مؤمل فراس، ياخذ انذار. وهنا كرة تلعب ومحاولة، وجواد يغادر. ممتاز حارس المرمى، يعني فرق دوري المحترفين والله لو يضعوا الانظار على جواد ما شاء الله. تلعب الكرة في الخلف، ريلوان أونيدي، حارس تعرفه من التصديات، من القرارات، يعني لا يخرج عبثا. حارس مرمى نادي الحسين شخصية حارس موجود. أنا شخصيا أمانة لا أعرف شيء عن الحارس، لكن ما واضح أمامي وما نقل إلي بأنه حارس جيد، وأنا أرى ذلك بعيني في هذه المباراة، ولا زال الوقت بقية. مؤمل فراس يتقدم، ينقل الكرة على الطرف الآن، تلعب بشكل ممتاز إلى مؤمل يحاول، الكرة غادرت براية المساعد مصطفى حكيم، يقول بأنها إلى خارج أرضية الملعب. هذا مؤمل فراس، اللاعب شاب ويقدم مستوى طيب.
وهنا لقطة الهدف، حمزة عدنان يلعب كرة عالية، يرتقي ندفريك حارس المرمى ويصطدم بزميله، وعلى طبق من ذهب إلى راستيكو. فريق صالح أتت كما يشتهي وهو ماخذ راحته في المباراة، يتقدم كثيرا إلى منطقة الجزاء، قاد الثاني للفريق، وفرحة لذوي الاحتياجات الخاصة، هنا فرحة للجماهير في جانب مقابل، أجواء جميلة يعني. وكرة القدم للجميع. هنا محاولة عملية المرور، أوميجا يمرر كرة إلى عمر في منطقة الجزاء واصلة، لكن أزرقات يرتقي وكرة تعود مرة أخرى، فرصة العودة، فرصة التعادل لا زالت في منطقة الجزاء. مؤمل يحاول، هنا هدف العودة قد يكتب الآن، تنقل الكرة ولكن بانوم يتدخل، جاتوش بانوم، ورأسية من النيجيري ريلوان أونيدي، بينما كرة تلعب مرة أخرى في وسط الملعب، تنقل إلى الأمام، وصلت المحاولة إلى حارس المرمى هاني شاكر، حارس مرمى نادي نوروز. الوقت يمضي والتقدم يستمر لنوروز الذي بدأ المشوار من البصرة، واليوم في نوروز يريد الوصول إلى ربع النهائي، يريد الانضمام إلى الفرق الثمانية التي ستصل في ختام هذا اليوم إلى رقمها المنتظر 8، لأن التأهلوا بالأمس 4، واليوم مباراتين في هذا التوقيت. بعد ذلك الشرطة في الساعة 5 سيلاقي نادي الموصل في ملعب الشعب. فريق صالح راستيكو يتقدم، قطع ممتاز وكرة تلعب إلى الأمام، ليلي سلامي تدخل، وهنا المحاولة محمد محسن، أوميجي يلعب كرة، حمزة عدنان في تغطية، ومؤمل فراس كرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية في هذه اللحظات لصالح لاعبي نادي الحسين، هذا حمزة عدنان الذي أبعد الكرة، وهذا راستيكو فريق صالح الذي تدخل. لاحظ هنا التدخل الذي كان من جليلي سلامي، جليلي سلامي إلى رمية جانبية تعود لصالح لاعبي نادي الحسين. إعادة الكرة بكل روح رياضية للحارس هاني شاكر، على الطرف موجود وائل بن عثمان. هاني لا زالت الكرة عنده، هنالك أسماء يضيفها عادل عشر في الشوط الثاني يمكن أن تضغط، وسامويل موجود في الاحتياط، علي صبيح وسجاد جواد، حسين رحيم، حسن محمد جبر، حيدر عبد السلام وحيدر فائق، ويونس أو جعفر حسين في المرمى، حارس مرمى احتياط. هنا الكرة التي تصل في الخلف عند راستيكو فريق صالح، محاولات وكرة تلعب لصالح لاعبي نادي نوروز، تقطع الآن من جانب مؤمل فراس. ينتظرون تحركات حيدر جاسم الذي يعتمدون عليه كثيرا، لكن حيدر إلى الآن تحركاته غائبة، يعني الكرات منعدمة على لاعب من المفترض أن يعتمدوا عليه، وهذا الأميز في خط الدفاع. عمر طارق عملية مرور وكرة تلعب الآن، آسو يحاول وقطع الكرة بشكل ممتاز، بينما محاولة عكس الاتجاه، الفرصة تنقل الآن، حسين كاظم يمرر كرة باتجاه كامارو آدي بي سي والنيجيري إلى دفاعات نوروز مصير كرته. كرة تلعب تعود الآن لدفريك، ممتازة المحاولة، ثاني جول ثاني لصالح نوروز، ويظهر الآن نصر قرطاج، علاء الدين دريدي يسجل الهدف الثاني، ويضع نوروز في تقدم ثاني في هذا الشوط بطريقة ذكية جميلة جدا. علاء الدين الدريدي يسدد كرة على المرمى، والحارس يتفرج والكل ينتظر، ويضع بصمته علاء الدين، والدريدي يسجل، الدريدي يضع الكرة في الشباك. لاحظوا المرور، دلاوير يلعب كرة عالية تصل، تتهيأ وبأخطاء دفاعية ممتازة من دفريك، والدريدي يفتح زاوية، فتح قدمه وفتح طريق إلى
المرمى، تضع الكرة بجوار قائم جواد، والكرة بيسرى جميلة جدا تذهب إلى مرمى الحارس جواد، والكرة الآن تدون هدف ثاني لصالح نوروز. علاء الدين الدردي يسجل، وتألق مستمر لنوروز مع قحطان شتير. هنا كرة والتقدم في هذه اللحظات، نوروز عاشر الدوري يتقدم بهدفين على نادي الحسين، وكرة عالية كامارو، مطالبات بركلة جزاء، لكن مهند لا يشير إلى شيء، وإن كان هنالك شيء فالفار له قرار. تلعب محاولة تعود إلى مروان، تدخل يأتي ومؤمل فراس. هنالك عدم تنظيم في فريق نادي الحسين، وفي أغلب اللحظات بدأ الفريق يخسر الكرة في الخط الخلفي. خطأ في وسط الملعب، وحديث مع حكم المباراة الذي سيعود إلى شاشة الفار. هنا مهند مناف في خطاب مع عسكر. هل هنالك إمكانية لوجود ركلة جزاء؟ لمسة يد على حمزة عدنان، والطريقة يعني من المنتظر أن يستدعى حكم المباراة. يا عسكر تأكد، وأنا جاهز لأذهب إلى الشاشة. الخطاب الذي يجري الآن ليتأكدوا من سلامة المحاولة من الأوفسايد، والفار الآن يتحدث مع حكم المباراة سيد مهند مناف عن إمكانية وجود ركلة جزاء لصالح نادي الحسين في هذه اللحظات، قد تكون هي بوابة العودة إلى المباراة. مهند مناف ينتظر نداء من غرفة الفار من السيد أحمد عسكر بأن يرى الحالة بنفسه ويشاهد لمسة اليد، والآن مهند يطلب من اللاعبين العودة. هنا دكة الاحتياط أيضا تترقب وتنتظر لقرار الفار. الكل في أرضية الملعب ينتظر، وعلى المدرج وفي المنصات الفنية، والفار يستدعي حكم المباراة السيد مهند مناف بعد نصف ساعة من اللعب. هنا هدفين لنوروز، وهنا الواضح وائل بن عثمان أيضا ينتظر القرار. لاعبي نادي الحسين يتجهون مع الحديث الذي يجري من حكم المباراة. هذا وائل بن عثمان في هذا الحديث، يعني يقول هي من الجسم إلى اليد، هل هي بيد وائل بن عثمان أم بيد حمزة عدنان؟ هي على حمزة أم على التونسي؟ لكن عادل العتشر يتحدث مع لاعبيه. الهدوء يا شباب، الهدوء يا شباب. هذه لمسة اليد، يعني جاية من مكان من رأس لاعب رايحة للمرمى، و هذه الزاوية هذه من الفخذ إلى اليد، ولو لم يكن وضع اليد بهذه الحالة هي ذاهبة إلى المرمى. لذلك وضع اليد وضعوه أمام حكم المباراة الذي سيتخذ قرار على هذه الحالة. أما يعتبر أنه واصلة من مسافة قريبة واصطدمت باليد، يعني الكرة من الرباعية ذهبت إلى لاحظ من عضلة الفخذ إلى يد اللاعب، والمسافة قريبة وقصيرة، لكن ما يتحدث في حكم المباراة مع حكم الفار وما يتأكد منه وضع اليد. هذه العلامة التي تركزون عليها. لماذا؟ لمس اليد موجود، المسافة قريبة، وضع اليد، هل بإمكان وضع اليد بصورة مغايرة؟ لاحظ لا، اليد خارج منطقة الحماية وبحركة يعتبروها غير طبيعية. لاحظ حركة الجسم مباشرة من الرأس للفخذ اليد. ومهند مناف يبدو أنه اتخذ قرار، وهذا الرجل يعني يأخذ كرة، ينتظر ركلة جزاء. محمد حميد ينتظر ركلة جزاء، والسيد مهند مناف أيها الأحبة أيها المتابعون يتجه إلى منطقة الجزاء، يشير إلى ركلة جزاء لصالح لاعبي نادي الحسين، وحيدر كاسب هو من سينفذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. إذن نادي الحسين الفريق الذي ينشط في الدرجة الممتازة يريد العودة إلى المباراة من بوابة ركلة الجزاء التي تمنح في هذه اللحظات، والكل يشد على أزرك يا حيدر القادم من الاتصالات، هداف الفريق المتألق في هذه الفترة. هيا لتسجل لنا هدف
عسى ولعل أن نعود إلى المباراة. عاد العشر بالدعوات بالأمنيات بوضع البال مع هذا الرجل. خلك مرتاح في المرمى هاني شاكر، حارس كبير وأنت لاعب مميز في دوري الدرجة الممتازة. لاحظ هنا اللقطة والوضع الذي لم يكن مثالي، لم يكن طبيعي، كان الوضع غير طبيعي. حكم المباراة قال ركلة جزاء، والآن نحن ننتظر التنفيذ. حيدر كاسب أمام هاني شاكر، هذا ردها من درويش وهذا ردها في مباراة أربيل. هل يردها الآن؟ هل يصدها الآن؟ حيدر كاسب يتقدم أمام هاني شاكر. هاني في المرمى وحيدر ينظر إلى المرمى بعيد عن الكرة، ينتظرون تنفيذ من حيدر. حيدر يتقدم الآن باليمين، أين ستذهب؟ الله، البانينكا على أصولها وفصولها تأتي بقدم حيدر كاسب، رايق مرتاح، يسجل بشكل جميل، وحيدر يقلص الفارق. حيدر يضعها في الشباك، وأنا الثقة يا سيدي المدرب. لاحظ بجمال البانينكا، يسجل الهدف، يضع الكرة في الشباك ويسقط هاني شاكر أرضا، والكرة في أعلى المرمى ساقطة، لولبية ذاهبة إلى مرمى الحارس هاني شاكر. يسجل حيدر كاسب. عادوا إلى المباراة، قلصوا الفارق واستقروا في هذه الدقائق لنحافظ على هذه النتيجة. هكذا هو الحوار في هذه اللحظات. محاولة تلعب في الخلف، وائل بن عثمان يحاول، وائل تلعب المحاولة لصالح لاعبي نادي نوروز. تقدم إلى الأمام، هدف يغير من واقع الحال يا عادل يا عشر. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تلعب إلى رمية جانبية عند محمد دلور. تقدم نوروز مستمر، لكن إمكانية العودة في ظل الاعتماد على الكرات التي ترسل ما بين قلبي الدفاع، وجود النيجيري كامارو، بإمكان نادي الحسين العودة إلى المباراة. جاتوش بانون، كرة من الأثيوبي تلعب على الطرف لحمزة عدنان. حمزة لاعب المنتخبات الوطنية السابق والذي شارك مع عبد الغني في الريو. هنا محاولة تلعب إلى الأمام، عملية مرور بشكل ممتاز بالمهارة حيدر كاسب، لكن الكرة ضاعت. سقوط في هذه اللحظات وترسل كرة إلى خارج أرضية الملعب. لاعب من نوروز يعاني من إصابة، وندفريك فيونغ شكله مصاب ندفريك، وبالتالي هذا الإعثار أسقط النيجيري وصاحب 26 سنة، لاعب النفط السابق، لاعب أولمبيك أسفي، لاعب القوة الجوية في الموسم الماضي أيضا، الآن على أرضية الملعب. مباراة كبيرة قدمها نادي الحسين حتى اللحظة أمام نوروز المنفجر هذا الموسم، هذا الذي أحرج الزوراء هنا في هذا الملعب، هذا الذي فاز على أربيل في هذا الملعب، هذا الذي فاز على الدوهوك في هذا الملعب. نوروز الرائع، نوروز المميز. وهنا الإصابة التي تأثر بها اللاعب الواضح أمامكم ندفريك إفيونغ، إصابة للنيجيري. نوروز في ملعبه شكل ثاني، فريق ثاني، فريق بإمكانيات رهيبة. وهنا الجماهير أخذت استراحة وبدأت تقلل من الفعاليات، لأنها تعلم بأن شوط المباراة الثاني طويل والمباراة طويلة. نوروز اللي راح للبصرة وفاز على الميناء بالخمسة، اللي راح لبغداد وتعادل مع الشرطة، اللي راح لبغداد وتعادل مع النفط، هنا فاز على الكرخ ومع قحطان، هنا حقق أيضا تعادل مع نادي القاسم الفريق الذي غادر بالأمس، وخسر قحطان في البصرة أمام نفط البصرة، لأنه يروح للبصرة يواجه نفط البصرة في الكاس ينتصر، يواجه في الدوري الميناء ينتصر بالخمسة، وفي الثالثة لم تمشي الأمور مع قحطان، يعني لا تمشي مع قحطان ويخسر. في المرة الثالثة خسر قحطان الذي خسر هنا فريقه أمام نفط ميسان، وخسر أمام الحدود وكان فيرا هو المدرب، وخسر أمام القرمة. 3 مباريات متتالية يخسرها نوروز في الدوري،
لكن في الكاس الأمور تختلف الآن. عملية المرور، عملية الانطلاق، فرصة لهدف التعادل لقلب الموازين. الكرة كالسهم ينطلق ويلعبها عرضية. مؤمل فراس مشروع جناح كبير والله كبير، وانطلاقة رائعة بكرة جميلة جدا، ذهب إلى الأمام، اخترق ووصل، وكان من المؤمل أن يصل مؤمل، لكن الكرة قطعت بالرأس وذهبت إلى رمية جانبية. كرة على الطرف، عملية التمرير في محاولة وكرة عالية تلعب في منطقة الجزاء. جاتوش بانوم تلعب الفرصة والمحاولة وتسديدة من جانب المدافع محمد حميد إلى خارج أرضية الملعب، إلى محمد حميد وإلى ضربة مرمى عند هاني شاكر. هذا الواضح أمامكم. جليلي السلامي وكرة في الخلف تتهيأ الآن، قطع من حيدر جاسم، لكن مخالفة ضربة حرة مباشرة كما يشير حكم المباراة سيد مهند مناف في هذه اللحظات، في هذه الأجواء التي بدأت تأخذ طابع مخالف عندما سجل الهدف من جانب نادي الحسين. يعني وقت ما وضعوا هدف تقليص الفارق حتى تغيرت الموازين، حتى ربما نذهب إلى احتمال جديد، يعني حتى لو تعادلوا سنذهب إلى ركلات الترجيح. وعندما تذهب إلى ركلات الترجيح، هذا صاحب الهدف الثاني الدريدي، عندك حارس مميز هاني شاكر، في الجانب المقابل حارس أيضا ممتاز جواد عبد الكاظم. بينما كرة تلعب، عملية المرور، مخالفة لصالح لاعب نادي الحسين، أعتقد هي لكامارو أودي بي سي. يتحصل النيجيري على المخالفة. مهند مناف راح يعطي انذار لجاتوش بانوم. لاحظ، أما على الزريقات لمن الانذار؟ لجاتوش بانوم. هدي يا بانوم، الأثيوبي غاضب. لاحظ تدخل قوي جدا، والمحاولات أتت بالمخالفة في هذه اللحظة. كامارو، وهنا جاتوش بانوم من اثيوبيا، تتكلم الامهريه والصوماليه والارميه وعاصمتها اديس ابابا. وهنا كره تلعب عاليه وراسيه الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب، ركنيه يشير حكم المباراه. هذا محمد حميد في تقدم خطوره كبيره. وهنا على يمين هاني شاكر كرة ثابتة، والمحاولة الآن تلعب بشكل سريع من جانب لاعب نادي الحسين. الكرة قد تقطع لكنها تعود إلى حيدر جاسم، يلعب الكرة لافة في منطقة الجزاء. كامارو وراسيكو يلعب الكرة لدفريك، ينطلق لدفريك يحاول، والفرصة لصالح نوروز لهدف ثاني لحسم الأمور، ولكن جواد عبد الكاظم حارس مميز، الكرة وصلت إلى حارس المرمى جواد عبد الكاظم. لاعب ساقط على أرضية الملعب، وحكم المباراة يوقف المباراة هنا، اللقطة والتسديدة وقطع الكرة. والفار يا الفار يتدخل مرة أخرى، تقنية الفار الآن في حديث مع حكم المباراة. لاحظ محمد دلاوار ومهند مناف. لاحظ الكرة، وأثناء عملية التسديد هنالك تدخل على قدم دلاوار. لاحظ
هذه تستحق بطاقة صفراء، لكن لا ترتقي مثل هذه التدخلات إلى البطاقات الحمراء. هذا حيدر جاسب، هل نال إنذار أصفر بعد التدخل؟ لا أعلم. بطاقة صفراء على حيدر جاسب، نعم بطاقة صفراء. إذا كرة سيعمل فيها إسقاط حكم المباراة وجواد عبد الكاظم. سيبدأ عملية اللعب. كرة إلى الأمام، كامارو والتقدم الآن للفريق الأزرق، والمحاولة فيها مخالفة ضربة حرة مباشرة، ويطالبون الإنذار، وإنذار على محمد حسين زريقات في هذه اللحظات. يأخذ إنذار زريقات، والمحاولة الآن فيها مواجهة للمرمى. محمد حسين زريقات، بطاقات ملونة كثيرة ظهرت في هذا الشوط. لاحظوا التدخل من زريقات على حيدر جاسب. شوف، في الحالة الثانية كان تدخل قوي، وحكم المباراة يعطي انذار. كامارو يشير إلى انذار. ADBC كامارو يشير إلى الإنذار. هاني شاكر على موعد مع كرة ثابتة الآن، ثانية ربما نشاهد من خلالها هدف جديد يسجل والتعادل. كامارو يتقدم، نيجيري في الخط الأمامي، وهنا حيدر جاسب يبحث عنها وجات له. حيدر يبحث عنها وجاءت إليه، هي بنفسها ذهبت، لكن أعتقد المسافة بعيدة. من الممكن يسجل من هذا المكان، من الممكن. فعلوها، والله فعلوها، وكثيرا من اللاعبين الذين سجلوا من هذه المسافة. إذا حيدر يحاول الكرة الآن يسددها. حيدر تصطاد وتعود إلى ماذا؟ إلى إبعاد. يا هاني يا هاني يا هاني يا هاني يا خرافي يا عالم يا هاني، إبعاد جميل، وهاني شاكر يبعد كرة إلى خارج أرضية الملعب. هنا هاني شاكر والإبعاد. محمد حميد مدافع في حديث، والكرة كامارو جميلة جميلة جميلة. عاد المحاولة راحت من جودستيم رايموند. تعود مرة أخرى عكس الاتجاه. 4 دقائق من حكم المباراة. تلعب الكرة إلى الأمام من الجهة اليسرى في منطقة الجزاء، وجواد يتقدم ويقطع ويأخذ كرة، وإصابة في هذه اللحظات. إصابة في هذه اللحظات. شوف حارس المرمى ذكي، قال لك يا سيد الحكم تأكد من سلامة اللاعب، والكرة بقيت معه، سيعمل إسقاط. أحسن ما يرميها إلى الخط الجانبي، ورمية جانبية وبداية لعب. أو السلامات لرايموند جودستين. لو يستبدل رايموند أفضل في الشوط الثاني. يا عادل يا عشر، فريق جيد والله، لا زال يقارع نوروز الصعب جدا الذي صعب على الكثير من أندية دوري نجوم العراق، لكن كتيبة عادل العشر إلى الآن مستمرة. وهنا زريقات يلعب الكرة إلى مناطق نادي الحسين، وكرة عالية تلعب. مؤمل يتقدم، يضغط على زريقات، وزريقات يبعد، تعود إلى حمزة عدنان. يحاول حمزة، لا زال يحتفظ بالكرة. زريقات، كامارو، والكرة تعود الآن لصالح لاعبي نادي الحسين. هذه فيها مخالفة، لكن الحكم يعطي إتاحة الفرصة، والكرة تعود على الطرف. ندي فريك مع آسو. اللامركزية التي يتمتع بها لاعبي نوروز هي أكثر حالة تعطي صعوبة للمنافس. هنا آسو يتقدم، يسدد من هذا المكان وإلى خارج أرضية الملعب. محاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب في هذه اللحظات إلى ركلة مرمى. وهنا الذي سدد الكرة الأخيرة آسو. الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، 4 دقائق ونحن نلعب في 3 دقيقة. هنا الكرة الأمامية تصل وتلعب إلى مؤمل فراس. مؤمل الذي يحاول
يتقدم سريع مؤمل، ياخذ كرة من حمزة عدنان لكن حمزة يقطع الطريق والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا حمزة عدنان وحسين على التنفيذ. حسين كاظم يلعب الكرة إلى الأمام، استلام من كامارو، رأسية من حيدر كاسب وإبعاد يأتي من جانب المدافع وائل بن عثمان. تعود مرة أخرى لاعبي نادي الحسين، حيدر كاسب على الطرف مع مؤمل فراس، مؤمل يحاول ينتظر حيدر ماخذ كرة ورايح إلى الأمام لكن إلى رمية جانبية. الكرة التي تعتبر الأخيرة الآن، هل يتمكن من خلالها لاعبي نادي الحسين من أن يسجلوا هدف، من أن يضعوا الكرة في الشباك؟ الكل ينتظر، الكل يحاول هنا يتقدم إلى الأمام وينتظر هذه المحاولة بما فيهم حكم المباراة الذي يريد إطلاق الصافرة. هنا الكرة تعود، استلام من آسو وإبعاد لهذه الكرة. لا زالت هنالك دقيقة ونصف دقيقة على الختام. يا مروان، هل في هدف ثالث؟ هل يخطأ حميد في هذه الكرة؟ مؤمل مع حمزة عدنان، يضغط على حمزة، مؤمل وحمزة، حمزة يحاول، مؤمل يأخذ كرة بشكل ممتاز لكن حمزة لف وعدى ودار ولعب كرة نقلها إلى الأمام. تقدم علاء الدين والكرة عالية إلى دلاور، استلام ممتاز وتناقل كرات رائع. محمد دلاور يحاول فيها محمد عملية المرور لكن كامارو لم تصل إليه. وأيها الأحبة، أيها المتابعون مشاهدينا في كل مكان، حكم المباراة السيد مهند مناف ينهي أحداث الشوط الأول بتقدم نادي نوروز على الحسين بهدفين مقابل واحد. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من إطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثاني.